بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن فوائد زراعة الذرة مع البطيخ أو الموز أو الفول السوداني أو بعض المحاصيل الأخرى، أي تحميل الذرة على أي محصول آخر. طبعا بيقلل من الآفات، يحمي النبات من الحرارة والرياح. لابد من زراعة الذرة في خطوط بين الجورة والجورة متر، طبعا لا يقل عن 3 حبات في الجورة لزيادة التلقيح، تدفئة البطيخ والنباتات الأخرى والحفاظ على من الرياح والأتربة. يزيد من نسبة السكريات للمحاصيل زي البطيخ والفول السوداني والمحاصيل الأخرى. يزيد من معدل الإنتاج 25%، يوفر الرطوبة ويمنع الشمس وأشعة الشمس، سرعة النمو، يوفر الأسمدة والمبيدات، يحقق أرباح، يوفر كثير من المال، يوفر بيوت الأنفاق، لا يحتاج إلى تغطية. لا يعرف البطيخ إلى يعرف البطيخ بقوته، لا يعرض النباتات لدودة الحشد الفتاكة، يقلل من الإجهاد والحرارة للتربة وللمحصول بسبب ارتفاع درجة الحرارة. الاستفادة بمحصول أو أكثر في الزراعة. تاني شيء لازم نعمل مصائد حشرية في الحقل أو وجود المناحل لزيادة الإنتاج والتلقيح، وضع مفترسات للتربة، التسميد بالكبريت الميكرون باستمرار. ديت عملية بتدي للإنسان إنتاج عالي في أي محصول. والسلام عليكم ورحمة الله.